أهلا بيكم يا أحلى متابعين. النهاردة هنعمل مع بعض أفكار بسيطة من ديكور شيك وسهل للحلويات والمملحات. هتخلي التقديم عندك يبان فخم وجذاب من غير تعب ولا أدوات معقدة. تابعوا معايا خطوة بخطوة وشوفوا ايه التفاصيل البسيطة بتفرق وبتخلي الشكل النهائي يفتح النفس. يلا بينا. لكل مقدار هقول المقدار بتاعه. انا عامله 3 مقادير: 4 معالق زيت، نص كوبايه ميه، معلقه دقيق ممسوحه، وذره ملح. بس دي المكونات اللي هنعمل منها التويل او الشبكيه. بصوا هنا حطيت بقى ضعفت المقدار في 3. انتوا عايزين تعملوا مقدار واحد اعملوا، عايزين تعملوا زي ما انا بعمل اعملوا. اوكي. هنضرب كله بالهاند بريندر بالطريقة دي لحد ما تتضرب كل المكونات. من 3 مكونات بس هتعملي أحلى ديكور للحلويات والمملحات كمان. هنقسم بقى المقدار على 3 بولات عشان أنا عملت 3 مقادير وهعملهم ب3 ألوان. هنا بقى حطيت المقادير كلها اهي، ال3 مقادير. وهنلون، هنعمل واحد بالأحمر وهنقلب كويس جدا عشان المكونات تندمج مع بعض. وادي اللون جميل وجذاب. البولة التانية هنعمل اللون الأخضر. هنقلب برضو المقادير وهتبقى بالمنظر ده. ألوان طبعا صحية غذائية، دي ألوان بتاعة الحلويات. هنحط في اللون التالت اللون البرتقاني. هنقلب برضو كويس جدا لحد ما الألوان تندمج مع الخليط. هنجيب بقى طاسة ونحطها على النار، ولازم تكون ما بتلزقش، يكون تيفال او اي نوع ما بيلزقش، ونسخنها جدا. وهنبتدي نحط المكون او كل مقدار في اي حاجة عندك. ازازة ببوز ممكن، ازازة كاتشب زي ما انا عملت كده، اي ازازة. لو ما عندكيش يبقى بالمعلقة، تحطي بالمعلقة في الطاسة. وهنعمل كده بالظبط. هنبتدي بقى تبتدي تغلي بالطريقة دي وتشكشك زي ما انتوا شايفين لحد ما السوائل كلها تروح، وهيتبقى المنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا بتتعمل ازاي، بتعمل فقاقيع زي ما انتوا شايفين دلوقتي اهي بالطريقة دي لحد ما الابيض كل ده يروح. سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة على فكرة. ده انتوا ممكن بس كمان تعملوها وتاكلوها كده من جمالها. انا فعلا عملت واحدة وكلتها اكنك بتاكلي شيبسي كده، جميلة جدا. بصوا هنا ابتدت تنشف ازاي. كل ما الابيض ده يروح كل ما هتنشف وكل ما هتعمل اخرام. الاخرام دي هي اللي هتدي منظر لقلب الشبكية. هي اسمها طويل، لا طويل او طويل او شبكية. بص ابتدت اهي تنشف ازاي اهي. خلاص كده خلصت. بصوا هبتدي بقى اطلعها. بص المنظر اهي. هنبتدي بقى نعمل اللون الاخضر. نفس برضو الطاسة. على فكرة اول ما نحط الطاسة في اول مرة نحط لها نقطة زيت خفيفة، نحط لها نقطة زيت خفيفة. هنبتدي بقى نعمل اللون الاخضر اهي بالطريقة دي لحد ما برضو ينشف كل الابيض ده. بصوا هبتدي تعمل فقاقيع. بصوا عاملة ازاي اهي، نقط نقط كده جنب بعض. هي دي اسمها الشبكية عشان الناتج من تبخر السائل اللي هي المية هيبتدي يعمل بالمنظر ده دايرة كده كلها مخرمة عاملة زي الدانتيل كده. فعلا بتستمتعي وانت بتعمليها. انا فعلا عملت المقادير ال3 ما كنتش عايزة اخلص. فعلا منظرها حلو جدا وانت بتشتغلي فيها، غير بقى لما بتخلص عاملة كده زي رقائق الشيبسي. رقائق جميلة كده خفيفة كده وفي نفس الوقت طعمها حلو. وانتي لما بتعمليها ما تكتريش الملح، هي رشة صغيرة جدا عشان انتي هتحطيها على حلويات. بصوا نشفت ازاي. هشيلها بس قدامكم اهي كده خلاص نشفت خالص.
بقت كلها زي الدانتيل وزي الشبكة. هشيلها بس اوريكم، طبعا هي مش باينة في الطاسة دلوقتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا عاملة ازاي اهي، بصوا عاملة ازاي كلها مخرمة بالمنظر ده. هنعمل بقى اهي، بصوا بوريها لكم تاني قرب الكاميرا اهي، كلها بصوا مخرمة ازاي. هنبتدي بقى نعمل اللون البرتقاني بنفس الطريقة، وهنشتغل بالشكل ده. هنحط برضو بالطريقة دي في الطاسة حسب الوسع الدايرة اللي انت عايزة تعمليها حاجات صغيرة، ممكن تعمليها بمعلقة وعلى قد المعلقة هتاخدي بقى شرايح صغيرة كده وتزوقي بيها. انا عاملها يعني مقاسات كبيرة او دوائر كبيرة. انت بقى لو عايزة برضو تعمليها دوائر كبيرة وتشكلي برضو توتات، ممكن تكسري منها قطع وتزوقي بيها، هتبقى شكلها زي العشوائي كده، هتبقى جميلة جدا في التزويق. بصوا بقى المنظر ابتدى يخف ازاي. بصوا السائل الابيض ابتدى يخف، ابتدى يروح، وتبتدي الالوان بقى البرتقاني تبان. بصوا الحرف عامله ازاي، ابتدت اهي اول ما بتنشف بيغمق اللون زي ما انتم شايفين دلوقتي. على فكرة أول ما تحطوا السائل بتبقى النار عالية، بعد كده تبتدي توطي. ليه؟ عشان ما تتحرقش، عشان لو النار عالية هتتحرق منك وهيتغير لونها. فاهمين قصدي؟ لازم نوطي النار شوية عشان الشبكية تحافظ على اللون بتاعها ما تغمقش. بصوا المنظر، بص ابتدى اللون البرتقاني بقى يبان ازاي، هنا فاتح شايفين، وعلى الحرف ابتدى يغمق. هنا بقى الحرف ده ابتدى ينشف، بينشف الحرف الاول وبعدين يبتدي يدخل على بقيه القرص او بقيه الشبكيه اللي معموله في الطاسه اهي زي ما انتم شايفين. انا عاملاها في اصغر طاسه عندي، عايزين تعملوا في مقاسات كبيره اعملوا في طاسه اكبر. بصوا ما شاء الله، بصوا ابتدت تخف اللون الابيض، ابتدى يروح خلاص، ابتدى بقى اللون كله يغمق اهي. خلاص كده هنبتدي بقى نشيلها. بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي، كلها مخرمه ازاي اهي، منظرها الصراحه يشرح القلب. كده خلاص هنبتدي بقى نشيلها بالسباتشول. اوريها لكم بقى قرب الكاميرا، بص منظرها والجمال، بص الحلاوه، الله على الشكل، شكلها رهيب. احلى ديكور تعمليه للتورتات وكمان للمملحات بمواد بسيطه جدا. بصوا المنظر، بصوا عامله ازاي اهي، ماسكاها في ايدي ولا اتكسرت ولا اي حاجه. احلى حاجه تعمليها للديكور للحلويات والمملحات. بص منظرها بسم الله ما شاء الله. وهتعمليها بمقادير بسيطه جدا، معلقه دقيق ممسوحه، 4 معالق زيت، نص كوبايه ميه، ذره ملح، دي مكوناتها. هيطلع معاكي بالجمال ده، احلى ديكور ممكن تعمليه. ويا رب تكون الافكار دي عجبتكم وقدرتوا تستفيدوا منها. ولو حبيت الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد عن ديكور وتقديم الحلويات والمملحات بطريقة بسيطة وأنيقة. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.